مضاعفات التهاب البنكرياس المناعي: انسداد القنوات الصفراويه وكسور بنكرياسي خارجي، سوء هضم وامتصاص وسكر ثانوي ونكسات متكرره للالتهاب لو ما اتظبطش العلاج والمتابعه. هل في اكل بيأثر على المرض؟ المرض نفسه مناعي، لكن الالتهاب وكسور البنكرياس عموما بيتأثر بنوعيه الاكل. الاكلات العاليه جدا في الدهون زي المقليات، وجبات سريعه، لحوم دسمه، البان كامله الدسم بتتعب البنكرياس لانها بتزود الحمل على افراز الانزيمات، فبيفضل تقليل الدهون المشبعه واعتماد اكل قليل الدسم. الاكلات الغنيه بالسكر البسيط والكربوهيدرات، حلويات ومشروبات وخبز ابيض، ممكن ترفع احتياج الانسولين وتزود عبء البنكرياس خصوصا لو حصل سكر ثانوي. ازاي احمي نفسي؟ مفيش وسيله تمنع 100% لانه سبب مناعي، لكن لو عندك التهاب بنكرياسي مناعي مشخص، الالتزام بخطه الكورتيزون وادويه المناعه زي ما الاستشاري كاتب، واوعى توقف العلاج غير بالرجوع للدكتور عشان ما يحصلش اي انتكاس. متابعه دوريه بوظائف البنكرياس والسكر ووظائف الكبد حسب خطه الطبيب علشان نكتشف اي انتكاسات او مضاعفات بدري. وما تنساش تكتب لنا في الكومنت المرض اللي حابب نتكلم عليه في الحلقه الجايه.